السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو. فيديو النهارده هو اكتر فيديو الناس بتطلبه مني، مع اني شرحته قبل كده بس للاسف ممكن يكون ما وضحش مع بعض الناس. طبعا الفيديو هو ازاي بتحمل نسخه الويندوز وبتحرقها على الفلاشة اللي معاك. طبعا كله بيحرق على فلاشات، مفيش أي حد بيحرق على أسطوانة دلوقتي. فاحنا هنقول المنتشر. مبدئيا هندخل على جوجل من هنا ونبدأ نحمل الأداة بتاعتنا اللي هي الرفس. زي ما حضرتك شايف بنفتح أول لينك عشان نحمل الأداة، ننزل لحد ما نلقى الرفس اللي هي 4.5 البي. من هنا بتبدأ إن حضرتك تحملها وتقفل الإعلان كده. هتلقى الأداة بتظهر معاك فوق كده، بتنزل. بمجرد ما تنزل هتعمل فتح للأداة. طبعا بتديله البرميشن يس. هنا بيقول لك لو انت عايز تستخدم الأداة بآخر إصدار، فما فيش مشاكل إن حضرتك تختار يس من هنا، بس تكون موصل بالإنترنت. والطريقة بتاعتنا دي لازم تكون موصل بالإنترنت. تعمل يس من هنا، بتبدأ حضرتك تشوف معاك. طبعا زي ما حضرتك شايف هنا الديفايس او الفلاشة انا لسه ما حطيتهاش. طبعا لما احط الفلاشة كده في الكمبيوتر بتبدأ انها تسمع معايا فوق كده بالحجم الفعلي بتاعها، وهو 16 جيجا بايت من هنا. طبعا لو جيت حضرتك هتلقى سيلكت ايكون لسيلكت من هنا. لو النسخة موجودة معاك بالفعل، لا انا النسخة مش معايا. وفي ناس كتيرة يعني بتبقى محتارة انها تحمل النسخة منين وازاي والحاجات دي كلها. فانت هتضغط على السهم ده وتيجي على داونلود من هنا. طبعا زي ما انت شايف اداك داونلود ايزو ايمج. الجميل فيها بالطريقه دي ان انت لو احتجت انك تحمل ويندوز 11 او ويندوز 8 او ويندوز 10 كل ده موجود. طبعا بخلاف ويندوز 7، لان ويندوز 7 تقريبا خارج الدعم محدش بيستخدمه. وليكن انا عايز ويندوز 11، هبتدي اعمل كونتينيو من هنا. طبعا اعمل كونتينيو برضه بيأكد عليك اللي هو اطلاق النسخة الريليز ده. طبعا اللي هي 23H2 تقريبا دي اخر نسخة ويندوز. طبعا بيقول لك ويندوز 11 هوم او البرو او الاديوكيشن، دي هتبقى مجمعة للثلاث نوعيات دول. هنعمل كونتينيو من هنا. طبعا بيقول لك اللغة انجليش انترناشونال، كونتينيو برضو. ولو حبيت ان حضرتك تغير اللغة بتغيرها عادي يعني. بيديك المعمارية، بيقول لك إن المعمارية 64 ممكن. يعني ويندوز 11 تقريبا كله 64. يعني أنت لو اخترت ويندوز 10 أو 8 هتلاقي دي في إكس 64 وإكس 32. فاستمرار على أي وضع هنعمل داونلود من هنا. طبعا بيقول لك اختار لي مكان تحفظ فيه النسخة اللي أنت هتحملها. فأنا هختار الديسكتوب مثلا وهعمل سيف بنفس الاسم اللي حضرتك شايفه ده. تمام. طبعا بدأت تظهر معانا على الديسكتوب اهو اللوجو بتاع الايزو. بص بقى، انت هتستنى على الفلاشة دي وقت مثلا. يعني لو انت على اقل باقة في الانترنت المنزلي هتستنى عليها ممكن 3 ساعات بالظبط كده، متوسط يعني. بعد كده في الاخر خالص بيجي معاك كلمة ريدي. يعني ستارت دي بتتحول لريدي بس بتبقى واضحة شوية، وكنسل دي بتتحول لكلوز وبتكون واضحة شوية. انت هتعمل كلوز كده، انت حرقت نسخة الويندوز على الفلاشة. طبعا ده كان فيديو بسيط حبيت ان اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك. طبعا حابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول.